أهلين حباباتي، كي راكم دايرين؟ جيسبر تكونوا بيان. صحة رمضانكم وصحة فطوركم. اليوم راح نشارك معكم وصفة السابلي بنوات كوكو. بنين بزاف، يدوب في الفم. مليح المناسبات، مليح العيد الصغير. يعني وصفة سهلة جدا، ما يديناش وقت. هنايا كنت ضفنا الزبدة تاعنا، وضفت هنايا كاس ونصف نتاع سكر غلاس، وضفت كاس تاع مايزينا، وراح نضيف لها شوية تاع لافاني. صدقوني يجينا بنين بزاف. انايا الصابلي ما نديرش فيه الزيت، ندير غير الزبده برك، راح يجينا بنين. هنا ضفت زوج كيسان كبار تاع نوات كوكو، يعني راها رقيقه ماشي غليظه. لا كانت غليظه عندك طحنيها. انا هنا هذه جيتها رقيقه. وهنايا ضفت الفرينه، وضفت وحده ساشي خميره، وني نلم في العجينه. بما انه نوات كوكو يعني تشرب لنا، تشرب بالخف، ما نقووش الفرينه، يعني نحطو غير بالعقل ونلمو العجينه، نقعدو نلمو فيها غير بالعقل. بهذه الطريقه. هنايا هايليك بعد ما لميتها راح نخليها ترتاح شويه، حوالي 5 دقائق او نصف ساعه. انا بعد ما ارتاحت لي حليتها بالحلال، وراح نديرها طيب على 180 درجة. يعني درت هذا الطابع، هذا النوع يعني اختياري، لكم الاختيار. درت هذا ودرت تاع مربع. وهنايا راح ندير كريمة الزبدة. هنا نجيبو الزبدة تاعنا، راح نضيفو لها كاس ونصف نتاع السكر غلاس، يعني على حسب الكمية تاع الزبدة اللي عندك. اللي عندك تاع رطل 250، ضيفي غير كاس تاع سكر غلاس. هنايا ضفت لافاني، وضفت زوج مغارف كبار نتاع تاع كريمه شونتي، يعني باه تجينا خفيفه وتجينا بنينه. نطلعها مليح بالباتر كما راكم تشوفوا. هنايا بعد ما طلعتها مليح راح نضيف لها يعني كأس الا ربع تاع نوات كوكو، وراح نضيف لها عطر نوات كوكو. يعني اللي عندها عطر نوات كوكو تضيفه وما ديرش لافاني، واللي ما عندهاش دير لافاني ودير نوات كوكو. انا هنا راح نضيف لها العطر بيعطينا قو شباب. نديرو غير شويه برك وخلطوها مليح. وهنا هاوليك الصبلي تاعنا بعد ما طاب، شوفوا كيفاش طاب لنا مليح يا شباب، حمرناه مليح. وراح هنايا راح نلصقها بكريمه الزبده كما راكم تشوفوا. هاني نلصق فيه، يعني تحبوا ديري في وسطها شوكولا، ولا ديروا كراميل، نسلي كراميل، يعني كيما تحبوا. وهنايا قسمت كريمه الزبده، درت فيها شويه تاع كاكاو وعاود طلعتها، وراح نديرها بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. درت في وسطها شوكولاته الطلي. وهنايا راح نقلاصيه بالشوكولا كنت ذوبتها، وضفت لها زوج مغارف كبار نتاع الزيت باش تجينا خفيفه، ما نضيفولهاش الماء، نضيفولها غير الزيت. وزينته بهذه الطريقه، يعني تزيين اختياري كما تحبي. انا الشوكولا راهي عاد سخونه، ثم خلوها شويه تبرد. راح نزينها بهذه الطريقه، يعني سهل جدا والتزيين اختياري، ومليح بزاف للمناسبات، وسهل جدا ما يديناش وقت، ويجينا بنين بنين بزاف. هنا راح نخليه ينشف. انا هذا درت لها بهذه الطريقه، درت لها كلاصاج شوكولا بلون، شوكولا بيضاء، وراح نبليكيه كيما هكا كيما راكم تشوفوا بالمغرف. حبته كيما هكا يجيني، يعني اختياري كيما تحبوا التزيين. يعني هذا التزيين كذلك يجينا شباب. راح نبليكيه كامل كيما هاك وخليه ينشف. وهنايا هذا درت له هذا التزيين كلاصيته بالشوكولا، درت له حبة تاع اللوز، درت له زيكزاك كذلك من الفوق بالشوكولا، يعني كما واضح في الصورة. راح نخليه ينشف لنا. شوفوا التزيين كيفاش جانا شباب. يعني ضفت له حبة تاع اللوز كذلك هذا من الفوق.
كما راكم تشوفوا. هنايا ضفت على الجوانب ضفت له نواة كوكو كما راه واضح في الصورة، يعني ذوبت شوية شوكولا بلون ودرتها في الحواشي وغمستها في نواة كوكو غير شوية، يعني درتها غير بالبانسو برك، الجوانب طليتها غير بالبانسو وغمستهم في نواة كوكو وعطاتني هذا الشكل، يجينا شباب بزاف. راح نقسم معكم الحبة، شوفوا الشكل كيفاش يجي. انا بصراحة عجبني، يعني سامبل. انا راح نقسم معكم، راهي شوية باردة الحبة، يعني كان في الفريجيدان، كنت حطيتها في الفريجيدان. شوفوا كيفاش يجينا شباب ويجينا طري، صدقوني يجي بنين بزاف. جربوه وردوا لي خبر وكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله يعجبكم فيديو تاعي وكون قصير عليكم، والى الملتقى.